لو انت فاكر ان قوة الكبس بتكون في الكبس الحراري، شاهد معايا الفيديو ده وهتشوف اسرار عمرك ما شفتها ولا سمعت عنها في ورش النجارة. اول مرحلة واهم مرحلة وهو شقيق الخشب. انا في ورشتي بشقق البوصة في 6، يا على 5 يا على 4. هسيب لك في اخر الفيديو جدول لكل انواع الخشب اللي ينفع كبس وبيشقق ازاي. نيجي للمرحلة التانية وقطيع السجاسات. قطع السجاسات عشان ترتاح انت وبتتخن وانت بتعمل على الربو. نيجي لتاني مرحلة وهي مرحلة التخانة. مرحلة التخانة انا بعدي الشغل على التخانة مرتين، مرة امسح وش الخشبة ومرة تخن الشغل كله تخانة واحدة. نيجي للمرحلة اللي مفضلة إلى قلبي وهو إن إحنا نعدي الشغل مرة واحدة على ماكينة الرابو. بكده الخشبة تكون متساوية من 3 اتجاهات، والمرة الرابعة هنسيبها للترويس، والترويس ده هنتكلم عليه في فيديو مستقل بذاته إن شاء الله بعد الفيديو ده. نيجي للمرحلة اللي بعدها وهي التقفيص. لما نيجي نقفص هنبتدي نقفص يمين وشمال. خلي بالك عاد في النقطة دي، لو انت شغال من تحت الصينية هتشوف الخطأ ده. عمرك ما تلاقي السجاس مطابع مع الجايم. اما لو انت شغال بنفس الطريقة اللي انا شغال بيها هتلاقي الجايم مطبع على السجاس بالظبط. ودي هنخش على موضوع تعليم السجاسات، نحدد مكان وكمية السجاسات. بعدين نبتدي ان احنا ندبس. في خطوة الدبوس خطوة مهمة. انا ما اقول خطوة مهمة، خطوة مهمة لان الكبس هو مجموعة من الخطوات المهمة. اي خطوة فيها اتعملت غلط الكبس هيطلع مش مظبوط. اهم خطوة في الدبوس ما نكترش دبابيس. دبوس دبوس كده انت وماشي زي ما انتوا شايفين كده، دبوس دبوس. الهدف من الدبوس هو ان اخلي كل سجاس مكانه بالظبط علشان الخشب تحت الكبس ما يتحركش مني. نيجي لأول مرحلة وهي مرحلة الكبس باستخدام المسمار أو الدبوس. نحط الأول كمية محترمة من الغراء. أنا بستخدم غراء بنتا اللي هي البستلة الخضراء. ده بيتخفف بنسبة 70%، أنا بخفف بنسبة 50%. وزي ما شايفين كده نحط كمية محترمة، ما نلحس الشغل. كتر غراء ما تبخلش على الشغل. تاني خطوة اتجاه الأبلكاش. لو الأبلكاش بالعرض زي ما انتم شايفين فالسجاسات اللي تحتيه تبقى بالطول، ولو السجاسات بالطول يبقى ثمرة الأبلكاش بالعرض. الخطوة دي في كل أنواع الكبس، الكبس البلدي والكبس المسمار وكبس الكمبروسر. تاني تركة في الكبس اليدوي ان احنا هنجرب المسافات في المسمار زي ما بنقولها في الصنعة كده، قلل الخطوة. يعني نخلي المسافة من المسمار للمسمار من 10 ل 12 سنتي. كل ما قللت كل ما كانت افضل، لان احتمال اعتمادنا في طريقة الكبس اليدوي ان احنا بنعتمد على تطبيع الابلكاش على الخشب اللي تحتيه باستخدام المسمار. ولو ما عندكش كمبروسر استخدم مسمار صنارة سنتي 2 مع شاكوش 200 جرام او 300 جرام. واهم خطوة بعد الكبس اليدوي ان الشغل ينام لمدة 12 ساعة. الطريقة التانية ادخل على طول يا معلم على طريقة الكبس البلدي، دي افضل حاجة انا بحبها. نفس الطريقة الغراء المحترم على الخشب، ونبتدي نحط الأبلكاش بنفس عكس ثمرة الأبلكاش، ونضرب مسمارين عشان الكبس ما يتحركش مننا احنا وبنكبس. وبعد ما نحط الأبلكاش بتاعنا نحط ما بين كل خشب كل فاصل ورقة علشان الشغل ما يلزقش مننا زي ما شايفين الورق تحت وما بين السجسات. بعد كده نبتدي نحط المكبس بتاعنا ونربط الجمط أو الفتايل. اهم خطوه في الموضوع ده هو المجلس بتاعك يكون عدل على استقامه عدله، تكون وزنه بميزان ميه عشان لو في اي خطا او اي عيب في المكبس البلدي هينقل الخطا الى الكبسيه. اما النوع الثالث من انواع الكبس هو الكبس الهيدروليكي او الكبس الحراري. مميزاته ان هو سريع. يعني انا في الكبس البلدي بقعد 12 ساعه عبارة ما افك الكبسيه، في الكبس الحراري ربع ساعه. مين فيهم أقوى؟ كلهم زي بعض، كبس حراري كبس بلدي كبس يدوي كلهم زي بعضهم. أهم حاجة الكبسية تبقى مكبوسة صح، الخطوات تكون ماشية صح. زي ما شايفين في الكبس البلدي الكبس بيعيط من الغيرة. أهم حاجة تتبع الخطوات وأسرار من قلب ورشة النجارة. عجبك المحتوى اللي بقدمه ادعمنا بلايك واشترك معنا على القناة. سلام ليكم.
سلام للجميع.